السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بخير على خير. اليوم غادي نحضروا سلطة اقتصادية ورائعة ولذيذة، واهم حاجة انها صحية وبمكونات اللي بسيطة. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هذه السلطة المكون الاساسي فيها هو البرغل او لا ابلي او لا هربل. غير هو كياخذ وقت طويل في الطياب، من الاحسن اننا نسلقوه نص سلقه ونبيتوه في الماء من قبل عاد باش نستعملوه. هنايا بالنسبه للماء اللي غنسلق فيه هاد البرغل هذا او الزرع اللي عندنا، غادي ناخذ الشلغم تقريبا يطرو ديال الشلغم. هذا كيتباع هكايا واجد هنايا في تركيا. بالنسبه للناس اللي ما توفرش عندكم، يمكن لكم تاخذوا الجزر الاحمر او الباربه، تسلقوها، وداك الماء ديالها هو اللي تسلقوا فيه هذا البرغل هكا باش يعطيكم داك اللون الاحمر. الا بغيتوا اللون الاحمر، ما بغيتوش يمكن لكم تستغناو على هاد المرحله هذه وتعوضوه غير بالماء. غير هو هاد الشلغم هذا كيكون شويه حامض، فكيعطي واحد النكهه زوينه بزاف لهاد البرغل هذا. صافي كندير هاد الماء ديال الشلغم كنديرو حتى كيبدا يغلى. كنضيف له رشيشه ديال الملح، والا بغيتو معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، وكنضيف هاد ابلي ديالنا اولا الزرع ديالنا اولا البرغل ديالنا. كنضيفو حتى كي يطيب تقريبا واحد 15 دقيقه. كي كتعرفوا ان البرغل راه تيكون ديجا طايب، كيتباع هو طايب يعني نص طيبه، فما كياخذش وقت طويل في الطياب. تقريبا 15 دقيقه راه تيكون واجد معنا. الا خديتو عليه الطنجره خليو ضروري الغلاقه شويه منفسه هكا باش ما يفوتش لكم داك الماء على البوطه ديالكم. صافي من بعد ما كيتسلق كنصفيه وكنخليه واحد تقريبا 5 دقائق حتى كيتصفى مزيان من داك الماء. وكنحطوه هكا في طبق تقديم اولا في ان بول، وكنضيف ليه باقي المكونات. هنا بالنسبه للمكونات يمكن لكم يعني تضيفوا اكثر من هاد المكونات اللي انا ضفت. انا عندي هنايا شويه ديال الذره، عندي شويه ديال الكورنيشون قطعته هكا كتشوفوا مكعبات صغار، شويه ديال المعدنوس، وعندي هنايا الفلفله شويتها هكايا وكنقشرها وكنقطعها حتى هي هكايا مكعبات صغار اولا حتى طرونشات طوال ماشي مشكل. يمكن لكم تضيفوا حتى اوراق ديال البسباس. الورق ديال البسباس الخضر اللي كيكونوا من الفوق حتى هما كيعطيو واحد الطعم زوين بزاف. يمكن لكم تضيفوا حتى الفلفله خضراء، الفلفله حمراء وتكون ما طايباش يعني، او يمكن لكم حتى هي تشويوها وتضيفوها. حتى البربه مسلوقه ممكن انكم تحكوها هكايا تكون شرائح طويله وحتى هي تضيفوها. هنايا غادي نضيف تقريبا حامضه صغيره معسره الماء ديالها، وغادي نضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون. هاد السلطه هذه كتبغي زيت الزيتون بزاف. غادي نضيف ربع كاس وشويه ديال البزار. فقط هادو هما المكونات اللي ضفت، وكتشوفوا معايا الشكل ديالها كيجي زوين وراقي بزاف. يمكن لكم تزينوها كيف ما بغيتو، كيف ما يمكن لكم تقدموها هكا على شكل فردي. مهم سلطه زوينه ولذيذه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساونيش البنات من الدعم ديالكم، اللايك ديالكم الى عجبتكم الوصفه، وخليو لي لي كومونتير ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ونخليكم في امان الله. الفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.